بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. يديكم الصحة والعافية وتصوموا وتفطروا على خير إن شاء الله بإذن الله تعالى. اليوم حبيت أعمل لكم كيكة الليمون بزيت الزيتون، وكل ما أحتاج إليه زيت زيتون وزبادي تركي أو زبادي الأجريقي وبيضتين، وبحتاج لليمون وعصير الليمون وبشر الليمون، وبحتاج للدقيق وبحتاج السكر. طبعا هي كيكة جميلة جدا جدا وسريعة التحضير وما بتكلفك في المواد والزمن، وطعامها جميل جدا جدا. ممكن تتقدم للقهوة أو الشاي إذا جوك ضيوف إن شاء الله بإذن الله تعالى. وإن شاء الله حتنال إعجابكم بإذن الله تعالى إذا جربتوها. بس بطلب منكم متابعة الفيديو حتى النهاية لتصلكم المعلومة، والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس إن شاء الله ليصلكم كل يوم جديد، والتعليق ما تنسوا التعليق تحت الفيديو بإذن الله تعالى. إن شاء الله تنال إعجابكم. وهي كيكة طبعا جميلة جدا جدا وصحية ذاتها، لأنها هي معمولة بزيت الزيتون وقشر الليمون. وأنا جبت هنا بدل كريم عملت الجبنة وضفت لها سكر، وهي طعمها جميل جدا جدا مع كيكة الليمون. والاختيار عليك إن شاء الله بإذن الله. ممكن تعملها بكريمة للتزيين وأي نوع من أنواع الفواكه أو الحاجة اللي عندك ممكن تزيني بيها. هنا دي كل المكونات عندي هنا الجبنة بتاعت مسكربيون، وعندي هنا زيت زيتون، وعندي البيض، وعندي هنا ده التوت البري وطازة، وعندي لبن، وعندي هنا الدقيق والزبادي والسكر، وعندي الفانيليا وال بيكنج بودر، وعندي تاني برضو كربونات الصودا، وعندي برضو هنا الملح. دي كل المكونات اللي بحتاج ليها. زي ما قلت لكم بحكتب لكم المكونات في صندوق الوصف. عندي هنا ده نص ملعقة صغيرة من الملح، وعندي هنا ده برضه الفانيليا، ملعقة صغيرة من الفانيليا، وعندي هنا ده البيكنج بودر، ملعقة صغيرة برضو من البيكنج بودر، وعندي هنا ده بيضتين، وعندي الليمون بيحتاج لقشر الليمون، بيحتاج للعصير بتاعه، وعندي هنا الزبادي التركي أو أي نوع من الزبادي اللي عندك المتوفر في البيت، وعندي هنا ده سكر زي كوباية سكر، وعندي هنا ده الدقيق، ده من أجود أنواع الدقايق، وعندي هنا ده زيت الزيتون. يعني ممكن تتعامل الجبنة بتاعت ماسكربوني. طبعا هي جبنة جميلة جدا جدا. وده هنا عندي التوت البري اللي هو يعني طازة، وعندي هنا ده قليل من اللبن اللي هو أنا زي ما قلت لكم بكتب لكم المقادير بالضبط كده في صندوق الوصف بإذن الله تعالى. ما بحتاج للبن كتير، فهي كيكة سريعة التحضير وجميلة. هنا بضيف شنو المواد الناشفة كلها، اللي هو ده عندي زي كوباية ونص من الدقيق، وعندي هنا ده زي كوباية كبيرة اللي هو نفس المقدار بتاع الكوباية اللي عملت بها الدقيق بعمل بها الكوباية بتاعت السكر اللي هو كوباية بتاع السكر. وعندي هنا ده البيكنج بودر، وعندي برضو هنا ده الملح ده طبعا بحتاج ل ربع ملعقة صغيرة من الملح، وعندي هنا ده الفانيليا ملعقة صغيرة. وزي ما قلت لكم هكتب لكم المقادير المظبوطة في صندوق الوصف، وتابعوني إن شاء الله بإذن الله وحتنجح معاكم ويديكم الصحة والعافية. بكم شنو بمزج المواد الجافة بالطريقة دي، بمزجها كويس السكر والملح والبيكنج بودر وال ال- ال- الفانيليا، كلهم بجمعهم مع بعض وبمزجهم كويس بالطريقة دي وبتركن على جنب. هنا بجيب أنا تاني جديد وبقوم أضع عليه الزبادي. بضع عليه الزبادي بيحتاج زي كوباية ونص من الزبادي. وعندي هنا ده برضو اللي هو زي 150 جرام، يعني 150 جرام،
يعني كوباية ما كوباية ونص، كوباية إلا ربع، كوباية إلا ربع. وعندي هنا ده البيض، بنزل البيض، بتأكد من البيض إنه شنو يكون نظيف، بنزله وحدي وحدي. وبضيف هنا زيت الزيتون، زيت الزيتون هنا بقوم بضيفه، ممكن برضه يتعامل بالزيت العادي يعني ممكن، لكن بزيت الزيتون هي طعمها بيديك لذيذ وجميل. وهنا قمت أضحت وضحت بشر الليمون، وضحت عصير الليمون. بقوم شنو بضربهم باليد، يعني ما بضربهم بالمضرب الكهربائي، بضربهم باليد بالطريقة دي أو بالمعلقة الخشبية. وتاني بقوم بجيب المشبك وبضربهم حتى الخليط يتمزج معاي مع الزيت والزيت وال والزبادي بالطريقة دي والبيض. شايفين كيف؟ هنا بنعمه بالمشبك اللي هو بمضرب المشبك بالطريقة دي. فبقوم شنو بنخل الدقيق بتاعي، بنخله وأضيفه على السائل بتاعي اللي هو الزبادي والزيت بالطريقة دي. شايفين؟ يعني بنخله كله على مراحل. وبقوم شنو أمزجهم مع بعض بالملعقة الخشبية، بمزجهم مع بعض بالملعقة الخشبية كده بالطريقة دي، حد ما شنو أمزج المواد كلها أو المواد كلها تتمزج معاي وتتكون لي عجينة سايلة، يعني ما تكون سايلة شديد وما تكون سميكة شديد بالطريقة دي. شايفينها؟ أنا مزجتها بالملعقة الخشبية بالراحة كده بالطريقة دي. طبعا هي نكهتها جميلة جدا جدا، وفي نفس الوقت هي صحية جدا جدا، لأن فيها الليمون، فيها فيتامين سي، وفيها زيت الزيتون صحي، وفيها الزبادي برضو صحي، جميلة جدا جدا إذا جربتوها. هنا بقوم بجيب شنو القالب بتاعي، أنا وضحت عليه ورقة من تحت عشان بعدين تتفك معاي، وضحت زيت ووضحت العيش الناشف، أو ممكن كان عندك دقيق بالأطراف عشان شنو تتفك لك بعدين بطريقة سهلة. بقوم شنو أضعها على القالب العجينة بتاعتي بالطريقة دي. طبعا هي بتحتاج ل 180 درجة حرارة من تحت وفوق لمدة 40 دقيقة، لمدة 40 دقيقة كده بتنقض لك أو تستوي بطريقة جميلة ولونها بيكون ذهبي و بتديكي الطعم اللذيذ. وإن شاء الله تنال إعجابكم. ما تنسوا التعليق أسفل الفيديو ومشاهدة الفيديو حتى النهاية، ولتصلكم المعلومة زي ما قلت لكم، والاشتراك في القناة بإذن الله تعالى، وسوف تنال إعجابكم. زي ما قلت لكم هنا بقوم بضعها في الفرن، بعد ده بواسيها كويس بالجنبات أواسيها، وأقوم أدخل الفرن من تحت وفوق درجة حرارة 180 درجة لمدة 40 دقيقة. هنا في الوقت ده بقوم بجيب شنو ال الكريمة بتاعتي اللي هو الجبنة والسكر واللبن. دي الجبنة بتاعت مسكربوني اللي هي جبنة لذيذة جدا جدا، بتتلاقي في الدكاكين العربية، ممكن في الليدل برضو لو انتوا قاعدين برا السودان بالطريقة دي. شايفينها؟ فالطخينة هي جبنة طبعا بتاع السندوتشات، ممكن تتعمل في السندوتشات وكده، وممكن تغير يعني ممكن في جبن أنواع كثيرة من الجبن ممكن تستخدميها في بدل الكريمة، أو ممكن تعمل كريمة الخفق ممكن برضو تعمليها، لكن بالطعم ده بتديك يعني طعم جميل مع مع الكيكة. هنا وضحت اللي هو الجبنة، وضحت ملعقتين كبار من السكر. بقوم شنو بجيب المضرب الكهربائي وبضربها بالطريقة دي. شايفينها كيف؟ بضربها لمدة 5 دقايق. وبقوم شنو أضيف اللبن بضيف اللبن حبة حبة عشان شنو تتكون معاي الخليط، أو الخليط يتمزج معاي ويجي شكل الكريمة أو يتغير لونه بالطريقة دي كده. بقت لي يعني كريمة سايلة، يعني ما سايلة شديد، وما يعني طلعت الكيكة بتاعتي من الفرن اللي هي تمت 40 دقيقة بالشكل ده. الشكل النهائي لونه ذهبي وجميل جدا، جميلة جدا جدا، ونكهتها نكهة الليمون طاقة. وبقوم شنو بزينها بالسكر الناعم
وهو اختياري. طبعا بالطريقة دي بزينها، وبقوم شنو بقطعها مثلثات أو بأي طريقة انت دايرة. أو ممكن ذاته القالب بتاع الكيكة ممكن يكون شكل مستطيل، أو شكل مربع، على حسب القالب اللي عندك ممكن تعملي بيها الكيكة. بالطريقة دي الشكل بتاعها النهائي شايفينها كيف كده استوت بطريقة جميلة جدا جدا. والمستوى بتاع العلا بتاعها جميل، ومستوى الكيكة اللازم تكون. وطبعا هنا الشفع بيحبوها شديد جدا جدا، وهي طبعا صحية زي ما قلت لكم. إن شاء الله تنال إعجابكم بإذن الله تعالى. يديكم الصحة والعافية، وإلى اللقاء في محتوى جديد. في بركة ونور لافين حوالينا، في سر موجود متخبي في ايدينا، بنسمع صوته بنشعر بيه، بيملى قلوبنا سكينة بنستناه، نلمح طيفه لما يجي صحينا. في شوارع روحنا بيوصل لبعيد، في ملامح بيتنا وساحاتنا بيلاقينا، زي كل